عارف إن في تايلاند في نبات بسيط ممكن يوفر فلوس وبيقلل تكلفة العلف بطريقة كبيرة، اسمه الأزولا، وده نبات مائي بينمو بسرعة جامدة جدا. الأزولا فعلا بينمو بسرعة، بيوصل لمرحلة إنه يتضاعف خلال أيام قليلة لو الظروف كانت مظبوطة من ضوء ومية ومغذيات. وعشان بيتكاثر بسرعة الفلاحين بيحتاجوا شوية صغيرين منه ويقدروا يوسعوا الكمية بسهولة. اللي مخلي الأزولا مهم هو قيمته الغذائية، مليان بروتين وأحماض أمينية وفيه فيتامينات ومعادن زي الكالسيوم والحديد، والحاجات دي بتخليه علف كويس جدا للفراخ والبط والماشية وحتى الأسماك، بس عادة كبديل جزئي للعلف الجاهز مش بديل كامل. كمان عنده ميزة تانية مهمة، الأزولا بيعيش مع بكتيريا بتقدر تثبت نيتروجين الهواء، وده بيغني التربة والمية وبيقلل الاحتياج للأسمدة الكيماوية. طب بالنسبة للبيع، سعر الأزولا مش ثابت وبيختلف حسب المكان، ومفيش رقم رسمي لسعر الكيلو، لكن فعلا في ناس بتزرعه وبتبيعه كمشروع صغير بيجيب عائد كويس لأنه رخيص في الإنتاج وبيتوفر بسرعة. باختصار، الأزولا نبات سهل ورخيص وسريع النمو، وبيساعد المزارعين يقللوا التكلفة، وممكن يحقق لهم مكاسب كويسة على قد المشروع. لو تعرف حد بيستخدمه عندنا قول لي في كومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.